خرج علينا قسم بالله حطمونا. بزاف ديال المغاربه ما عجبهمش الحال من الخساره ديال المنتخب الوطني ضد النظير ديالو السنغالي. ناضو كيغوتوا كيعيروا الكراكي وعيروا دياز وكيقولوا باللي ديك الضربه ديال الجزاء اللي ضيعها كان دخل دري صغير ولا شي واحد ما عنده علاقه كاع بالكره غادي يماركيها ويماركيها بشكل محترف. شي كيقول بلي المدرب ديال السنغال هو اللي السبب في الخساره حيت لعب على النفسيه ديال المنتخب الوطني خلاهم يتستريساو ويخسروا. هذا الشيء كله غير تاويلات وهرطقه ما منها والو. واجي تسمع الحقيقه علاش المغرب خسر وعلاش السنغال هي اللي ربحات الكاس. حنا كنا كنعرفوا بان اللعابه ديال الفرق الكرويه كيتخلصوا بملايين الدولارات شهريا، وهاد المبالغ طائله وكبيره بزاف لدرجه ما يصدقهاش العقل. ومع العلم ان الميزانيه ديال الفرق الكرويه ما يكفيهاش مال الدنيا والدين. اذا اللي خاصكم تعرفوا وتفهموا شكون هو السبونسور ديال كره القدم ومنين كتجي الفلوس اللي كيشدوها اللعابه. بطبيعه الحال الجواب اللي غادي يجيك غريب وتقدر ما تقبلوش افتك كمشجع كروي. سبونسور سيدي هو المنظمات العالميه ديال الرهانات والقمار. اي نعم السي كيف سمعتي. اذا نفرضوا مثلا كلشي مقمر على المغرب هي اللي غادي تربح الكاس ومقمرين بملايين الدولارات. على العلم بحال هاد المونديالات كلشي كيقمر، لا اللي مبلي بالقمر لا اللي ما مبليش. وهنا فين خاصك تفهم باللي كل مغرب خدا الكاس المنظمات العالميه والدوليه ديال القمار غادي دير فاييت وتقدر توصل حتى الافلاس التام وما غادي تلقى حتى باش تخلص الناس اللي ربحوا. اذا شنو المعمول في بحال هاد الحالات وكيفاش خصهم يعتقوا راسهم من الافلاس؟ الحل ساهل ماهل وبكل سلاسه. غادي يتحكموا في النتائج ديال المباراه وغادي يديروا النتيجه اللي غادي تخليهم هما يربحوا اموال طائله بالخسائر ديال المراهنين. وهذا الشيء باين وواضح، ما فيها لا دياز ضيع بيلانتي لا حكيمي مهرس لا الركراكي خصو يعتزل. قبل ما تهضر وتبقى تحلل الامور بداك المنطق ديال المشجع العاطفي اللي غالب عليه العاطفه ديالو وباغي الفرقه ديالو تربح وباغي الكاس، باش تيكون ماشي المنظمات العالميه والدوليه ديال المراهنات عمرك غادي تلقى شي لاعب كيشد مليار في الشهر وعايش حياه نخبويه. كون ماشي المنظمات العالميه ديال القمار اللعاب المخير فيهم تلقاه كيشد 70 درهم في النهار وتقاشروا مقطعين كوداس ديالو معاود بالكره سبيسيال حيت ما عنده باش يفيدهم اصلا. وهذه هي الكره كتبقى كلها غير مسرحيات وهذا الشيء باين غير اللي بغى يمرض راسو وصافي. وتحياتي لكم والسلام عليكم والله المستعان.